ما هو الطبيعي ان انت تخسر، ما انت مش هتجيب جول في اول 5 دقايق وتفضل قاعد طول الماتش بالمنظر ده، قاعد رد فعل. اتحاد العاصمه هو اللي مستحوذ على الكوره، هو اللي بيروح على جونك، مضيع له بدل الجون 2 و3. احمد الخالدي ده لوحده كان ممكن يطلع بهاتريك النهارده. ما حدش يجيب اللوم على محمد شحاته، ما حدش فينا مكانه، ما حدش فينا ضحى بنفسه وقعد يلعب وساب جلازي تابوه. صحيح غصب عنه وكل حاجه، بس ده ساب الجلازه وكان عايز يحقق حلم ابوه، ولعب في الذهاب كان حلو وفي الاياب كان حلو، بس الفرقه وحشه، الفرقه ما لعبتش، الفرقه ما فيش. والله حتى معتني الجمال هو ماشي الماتش غلط. انت جبت جون في اول 5 دقايق، خش دوس بقى كلهم هم هيفرفروا منك، انما تسيب لهم الكوره هم اللي يهاجموا عليكم كانك بتلعب في ملعبهم. انت كنت في ملعبهم فاجر عن كده يا اخي، انت مضيع لك كام جون على ملعبهم؟ جونين 3 بالمية. فتيجي على ارضك وسط جمهورك اللي جايلك بالعدد ده، بالمنظر اللي هم بيعملوا كل حاجه ده، وتخسر. يا حتى حاول اعمل اللي عليك، هاجم يا سيدي، هاجم، ولما يخش في الجون هنقول على الاقل انت هاجمت ووصلت وضيعت فرص. انما قاعد لي ورا خايف من ايه؟ يا جدع منظرنا كان وحش، هم كانوا احسن بكتير. مش عارف تخلق هجمه، مش عارف تطلع من دفاعك لهجومك الا بكوره عاليه وخلاص. ويقوموا واخدينها، يقوموا بانيين هجمه تطلع بره، تقوم انت واخدها من دفاعك كوره عاليه، يقوموا واخدينها، يقوموا رايحين عليك. ليه تعمل لنفسك كده؟ واللعيبه هي ضربات جزاء حظ وكل حاجه، بس معلش في الكلمه انت ما تستحقش. فرقه طول الماتش ضغط عليك واحسن منك ومستحوذه على الكوره، ساعات وصل ل 70% يا ابني. ده طبيعي في الكوره يا جدعان. انت بتلعب في بطوله مش مقامك اساسا، فانت الطبيعي ان انت مش مستني مكسب من الفرقه دي. والله احنا داخلين ضربات الجزاء قلت بنسبه كبيره الناس دي هتكسب، لان هو حقهم. مجمل الماتشين هم احسن، انت ما خلقتش كم الفرص ده هناك، انت خلقت لك فرصتين 3 بس، انما هم كانوا احسن بقيه الماتش كله. وهنا شوف انت هم كانوا عاملين ازاي هنا. فوالله الواحد زعلان طبيعي وكل حاجه، بس المطلوب دلوقتي والله مننا ان احنا اللعيبه دي ما ندمرهاش، ما نعملش فيها حاجه. لسه عندنا ماتش يوم الاربعاء ببطوله، لسه عندك تكسب دوري بقى وتخش دوري ابطال افريقيا تاني بدل البطوله دي، وتبدا تدعم. البطوله دي كانت هتجيب لك فلوس وكل حاجه، بس مشكله القيد هتتحل كده ان شاء الله يعني. هم مش هيسيبوك لما يحلوا لك مشكله القيد. فبلاش يا جدعان نغمه اللي احنا بقى نكسر في اللعيبه بتاعتنا، وبلاش حد يجي على محمد شحاته لان ده في اللي مكفيه اصلا. ما حدش يجي عليه وما حدش يجي على اللعيبه، ونهدى عليهم شويه. عادي قلع البطوله وراحت خلاص، مفيش اي حاجه. انا ما كنتش مستني كده، انا ما كنتش مستني اصلا ان انا اعدي واوصل لاي حاجه، ما كنتش مستني ان انا ابقى اول دوري اصلا وابقى في نهايه الكونفدراليه والله السنه دي. مين كان مستني كده؟ لو قلت لي انت كنت مستني مش هصدقك. فيا جدعان خليكم راحمين شويه باللعيبه. الجمهور زعلان والجمهور متضايق والجمهور كله فيه وشه هم وزعل وعياط، بس هتعمل ايه؟ ما عليك اللي انت تدعم لغايه لما الموسم يخلص. طالما قدامك تاخد بطوله ثانيه دعم عشان تاخد البطوله الثانيه. طالما قدامك اللي انت تبقى بطل بقى الدوري هنا في مصر دعم، ما تفكرش في البطوله دي، دعم. اهم حاجه دوري بلدك، اهم حاجه توصل دوري ابطال افريقيا، وبعدها نبقى نتكلم في اي حاجه. انا مش هكسر في اللعيبه. واحد زي محمد اسماعيل مات النهارده، محمد اسماعيل قسما بالله من ساعه ما اتخبط ونزل دم كتير، فضل كل شويه يقع في الملعب وهو مات ما عادش قادر. حسام عم جيب ماتش عالمي يا حسام، عبد الله السعيد كله. بس هي مشكلتنا في نص ملعبنا، هتتحل ان شاء الله في ماتش الدوري لما فتوح يرجع في نص الملعب وبنتاج يلعب مكانه. فوالله هتتحل، كل ده هيتحل. مش عايزين نهد الموسم كله عشان خسرنا بطوله لسه الثانيه، فموسم انت مش مستني منه حاجه. ركزوا يا رجاله، ومحدش يمشي ورا اي اهلاوي. الاهلاويه دلوقتي هياخدوكوا في حته يسوقوا فيها ان انتوا اللي احنا خلاص خسرنا كل حاجه، اللي انتوا تيجوا على اللعيبه. محدش يجي على اللعيبه، ما تجيش على لعيبتك، لا دعم اللعيبه في وقت زي ده عشان بكره يبداوا ينزلوا التدريبات تاني علشان ماتش الدوري بتاع سيراميكا. يوم لما يكسبوا تفرحوا معاهم بقى، نفرح معاهم كلنا برضه. فبلاش نبقى جاحدين على اللعيبه، بلاش نبقى احنا صعبين معاهم. اللعيبه دي عملت اللي عليها وزياده في موسم ما حدش كان مستني منهم حاجه. يا جدعان بالراحه وبهدوء، وان شاء الله والله بعد كل ده اهو احنا هنكسب بالدوري، هنبقى ابطال الدوري وهنحتفل بيه. بس ما حدش يجي على اللعيبه دي، اهم حاجه بالنسبه لي. اللعيبه كلها كويسه، اللعيبه كلها حلوه، اللعيبه كلها عامله اللي عليها، اللعيبه كلها رجاله.
وصلت ضربات جزاء مش موفقه في الماتش، انت كنت وحش، بس على الاقل كان دفاعك اللعيبه رجاله، كله بيصد، كله واقف مكانه صح. جونك المهدي سليمان تحمل على نفسه، وبعدين اول لما طلع قام راجع منزل عواد، وقع مرتين وبعدين نزل عواد ما طلعش من اول مره. كله عمل اللي عليه. عواد بالكابتن معتب بكل حاجه، كل مدرب بيغلط. انت غلط، هو كان خايف. برضه هو كان خايف. في الاول وفي الاخر هو كسب الماتش ذات نفسه 1-0، خسر البطوله بس كسب الماتش 1-0 عادي. فيا جدعان ما نبقاش جاحدين عليه. ما نجيش على اللعيبه. براحه على اللعيبه خالص، ما حدش يجي عليهم، واحنا ان شاء الله والله نحتفل معاهم يوم الاربعاء بالدوري المصري، وتخش دوري الابطال، تبدا تلعب دوري الابطال وتدفع الغرامات اللي عليك دعمهم لغايه لما يجيبوا صفقات ثانيه، وتخش الموسم الجاي اقوى الموسم ده. ده فريق يتبنى عليه بعدين، مش فريق انت مخليه السنه دي موجود عشان يجيب لك بطوله. احنا من اول موسم عارفين كده، وعارفين ان فتره البناء بتاخد اكتر اصلا من 3-4 سنين. فده العادي. اللي مش عادي اصلا ان انت موجود في المكان ده دلوقتي، اللي مش عادي ان انت بتنافس على بطولتين، اللي مش عادي ان انت في النهايه خسرت وكل حاجه، بس ده مش عادي اصلا انت موجود. اللي مش عادي ان انت اول الدوري لغايه دلوقتي، بس ان شاء الله تاخد الدوري. فانت بتحقق المستحيل الغير منطقي. فاحنا بقى كل ده بكل كامل كان بيتقال من الاعلام، بكل حاجه حصلت في الموسم ده، بانك توقف لك القيد بدل مره 17، من انك بتبيع اهم لعيبه عندك وبتوصل لنهائي، خسرت كل حاجه، لسه اول دوري زي ما انت كده بتاخد الدوري بايدك انت، ما نهدهوش، ما تهدش كل ده. على الاقل لما تاخد الدوري هيجي لك فلوس، هيجي لك اعلانات، هيجي لك رعاه اكتر، ده غير ال 2 مليون دولار بتوع وصيف الكونفدراليه، ده غير الفلوس بتاعت رجال الاعمال. انت هتبني على الفرقه دي بعدين. وانا واثق في اللعيبه دي، هفضل واثق فيهم، واثق فيهم لان هم عملوا اللي انا مش متوقعه. فان شاء الله بعون الله الزمالك يوم الاربعاء يبقى بطل الدوري، بس كل اللي علينا ان احنا ندعم وبس، ما حدش يعمل غير ان هو يدعم وبس.